واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلفني كتاب. النهارده هنراجع روايه التميمه للكاتب الاستاذ الدكتور ادهم صبري. رجل المستحيل. نبيل فاروق كاتب روايات الرجل المستحيل. اخر مره وانا بشتري تموين الكتب بتاع الشهر وقفت قدام كتاب مكتوب عليه اسم نبيل فاروق، فتحت بقي وكاد لعابي ان يسيل. جسك القرف. ورجعت 10 سنين لورا، طفولتي يا جماعه. الرجل المستحيل، واللي شدني اكتر واكتر ان الروايه كانت صغيره، وده خلاني اعتقد انها هتكون من نوعيه الرجل المستحيل، خصوصا ان التجارب بتاعتي مع نبيل فاروق في الكتب الروائيه الكبيره قوي مش كويسه، فقلت الكتاب ده اكيد هيكون كويس لانه من النوعيه بتاعت الكتب اللي ما بتتعداش ال 200 صفحه. وانا بحضر الحلقه وبشوف اراء الناس من على جود استوقفني جمله كاتبها استاذ مصطفى بيقول فيها الروايه دي 190 صفحه، اول 60 صفحه مقدمه فيلم الناظر، وده بيلخص كل حاجه. نبتدي مع ملخص القصه. القصه مكونه من 14 فصل، اول 6 فصول حرفيا هي مقدمه القصه بدون مبالغه. مقدمه القصه دي بتحكي لك قصه التميمه من لحظه العثور عليها مرورا بانطلاقها في ايد الناس عبر مرور الزمن، وفي النهايه بتقع في ايد ابطال الروايه عاصم وزينب. فيا ترى ايه سر الماده اللي مصنوع منها التميمه دي؟ ويا ترى هل التميمه دي بتحمي اللي بيلبسها فعلا؟ طب وعاصم وزينب هيعملوا حاجه بالتميمه دي؟ ماشي. من النهارده احنا هنلغي موضوع الايجابيات والسلبيات ده، لان في روايات كتير بيكون سلبياتها كتير قوي وايجابياتها بتكون تافهه قوي، فهنلغيه وهيبقى بداله المناقشه اللي هنتناقش فيها عن الحلو وعن الوحش. ونبدا المناقشه. من الواضح ان دكتور نبيل فاروق ما كانش كاتب جبار في الرجل المستحيل، بس تقريبا شخصيه ادهم صبري هي اللي كانت جباره. بعد ما قريت الروايه دي بدات اسال نفسي، هل انا كنت بحب نبيل فاروق اصلا؟ الحقيقه لا، انا كنت بحب الرجل المستحيل. طيب ايه السبب بقى؟ ماشي، خلينا نتكلم عن شخصيات الروايه. الشخصيات كلها فجاه بقت معانا. نبيل فاروق اعتمد في المقدمه على شخصيات تاريخيه احنا عارفينها بالفعل وعارفين قصتها، فما قدمها لناش لاننا بالطبيعي نكون عارفينها. الشخصيات دي زي فرعون وسيدنا موسى وكليوباترا وصلاح الدين وريتشارد قلب الاسد. بس باقي الشخصيات الروايه، او لو المفروض اقول ابطال الروايه، فجاه بقوا معانا في الحدوته زي ما التانيين بقوا معانا بالظبط، بس الفرق هنا اننا اصلا ما نعرفهمش. شخصيات زينب وصاحبتها وعاصم ووليد ما حصلهمش اي تقديم، ولا عرفنا حاجه عن حياتهم، ولا عرفنا حاجه عن حالتهم النفسيه، عشان على الاقل نبقى فاهمين الطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها مع البشر، ودي غلطه كبيره جدا جدا جدا. ويمكن صاحبه زينب كانت الاحسن حظا علشان تاثيرها في الاحداث. نروح لتسلسل الاحداث. الموضوع في الاول كان كويس قوي ساعه المقدمه بتاعه الناظر دي، وبعد كده بقى سيء، وبعد كده بقى سيء الى ابعد الحدود. تقريبا استاذ نبيل كان في حد بيزن عليه علشان يقرا روايه، فحب يخلصها اي حاجه كده عشان يديها له ويخلص، انما الروايه شبه اتكروتت. بعدين تعالى هنا، ايه موضوع وتتالق التميمه؟ وتتالق وتتالق وتتالق. هو انا المفروض بقى قلبي يخفق ويخفق معاك واقلق انا بقى؟ ما بلاش الاسلوب بتاع قصص قصيره للجيب ده في الروايات والنبي. القصه عاديه جدا بصراحه. انا قريت نفس الاحداث دي في كتب لنبيل فاروق مرتين او 3، ناهيك عن الحشره الغريبه اللي اتحشرت في النهايه دي. ويخرب بيت بقى الصدف في الروايه. التميمه تروح لجده زينب، وزينب مخطوبه لعصام اللي هو عالم في معهد البحوث التكنولوجيه، واللي طبعا هيكشف سرها بقى، ما هو خارق. اكتر حاجه حلوه في الروايه دي هي الغلاف اللي من تصميم جيمي فارس، واللي بقول له انت انقذت الروايه دي من ان مفيش حد ياخد باله منها. ودلوقتي هنروح للتقييم النهائي. دكتور نبيل، يا ريت ما تقفلش روايتك تاني، يعني انت اكتب ومحر وسيب اي صنايعي يجي يقفل مكانك، عشان كفايه اللي حصل في رجل المستحيل وملف المستقبل والتميمه وما خفي كان اعظم. الروايه في البدايه بتكون لذيذه وبتعدي مرحله يا رب تخلص بقى، وبتنتهي عند مرحله انا مش قادر اكمل، بس عشان الغلاف والمقدمه اللي انا كنت فاكرها ممله وطلعت احسن حاجه في الروايه، واسم دكتور نبيل فاروق والعشره اللي ما بيننا وحبه لحظات استمتعت فيها بالروايه، تقييمي للروايه هيكون 4 من 10. وكده انا عامل حساب لاسم دكتور نبيل فاروق فعلا. يا ريت تعملوا لايك للبيج بتاعت الفيسبوك اللي موجوده في الديسكربشن تحت، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا له شير، ويا ريت لو عندكم اسم كتاب معين عايزيني اراجعه تكتبوا لي اسمه في الكومنتات. وبس كده، وشكرا انكم استحملتوني.